هذه الكعبة تاريخ بنائها اتبنت 11 مرة، بنوها الملائكة وآدم وشيس وإبراهيم والجراهمة والعمالقة وغصي والرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه الحمد العباس وعبد الله بن الزبير بن العوام والحجاج بن يوسف والسلطان مراد في الدولة العثمانية سنة 1040. هسه إلى 1400 سنة، إلى 400 عام من ما اتبنت. هذه الكعبة سنة 337 هجرية هجم ملك البحرين من الشيعة، قتل 30,000 حاجة وبالتروية، وشال الحجر الأسعد وداه العراق وداه الكوفة. والحجر الأسعد غاب من الكعبة أكثر من 37 عام، ما كان موجود. بعد 37 عام ملك البحرين مات وصيب بالجدري، جاءوا جدري ومات في العراق. جو أهل العراق وباعوا الحجر الأسعد لأهل الحجاز بالقروش. بعد ادون الفلوس قال لهم ده الحجر الأسعد بين الشيعة، قال لهم احنا خضعناكم ده الحجر الأسعد. أهل الحجاز شكوا في رجل اسمه عبد الله بن عكيم، قال له الحجر الأسعد أنا بعرفه. قال له دليلك شنو؟ قال إنه يطفو على الماء. أهل الحجاز جابوا المويه وخدوا الحجر الأسعد والحجر الأسعد مشى بفوق للمويه بفوق. قال له الثاني عندي دليل، قال إذا وضع على النار لا يتأثر بحرارتها. أهل الحجاز جابوا الحطب ولعوا النار وخدوا الحجر الأسعد. عبد الله بن عكيم شال الحجر الأسعد من داخل النار ورفعوا له، تبين لهم فعلا ده الحجر الأسعد. أيوه الحجر الأسعد ده الحجر الأسعد ومغال سيدنا إبراهيم، ده جاب من جبريل من الجنة، ده حجار الجنة. الحجر الأسعد ومغال إبراهيم ده جاء من الجنة. أي صح. لما جابوا طوفان نوح الكعبة انتهت. الحجر الأسعد الشقة جبل أبا قبيس واتجفع الحجر الأسعد. لما جاء سيدنا إبراهيم بنى الكعبة ناداه منادي وانفتح جبل أبا قبيس والحجر الأسعد جبل يحتاج الكعبة. طوفان نوح انشق جبل أبا قبيس، والكعبة دي سنتر الأرض شرق غرب 40,185 كيلومتر، شمال جنوب 39,960 كيلومتر. الأرض لو مسكت من الشرق استنتر الكعبة، ومن الغرب استنتر الكعبة، ومن الجنوب استنتر الكعبة، ومن الشمال استنتر الكعبة. الكعبة دي سنتر الكرة الأرضية، وسط الكرة الأرضية. سبحان الله. هذه الكعبة، وهذه الكعبة لها مكان حكي، لكن نحن عندنا معلومات خاطئة. بيقول لك حجر إسماعيل، ده ما حجر الغول، ده ما حجر، ده اسمه الحطيم لأنه بنوا حطام الكعبة الأولى. اسمه الحطيم لأنه بنوا حطام الكعبة الأولى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35 عام ومعاه قريش قالوا مال ما حلال ما يخرج بقروش الكعبة إلا مال حلال. القروش اللي جمعته قريش ما تمت الكعبة، بنوا من حطام الكعبة الأولى بنوا الحد الإبراهيمي وقللوا الكعبة، لأن القروش اللي جمعته قريش ما كانت كافية لبناء الكعبة. القروش كانت بسيطة، عشان كده ما بيجوز الطواف إلا من بلة تحت الكعبة الإبراهيمية من بلة. كان جبل الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام كثير عن هذا. ببارك فيك شر. ده الكعبة يعني فوق الكعبة مباشرة في بيت العزة. الله أكبر، البيت عتيق فوق طوال. وما بين السماء الدنيا، ما بين الأرض وسماء الدنيا 500 عام سنة فلكية. سبحان الله. والثانية الفلكية 300,000 كيلومتر. الدقيقة الفلكية 18 مليون كيلومتر. السنة الفلكية 9 تريليون و461 بليار كيلومتر. الفرسخ الفلكي 28 تريليون 383 بليار كيلومتر. والأرقام الفلكية 21 رقم، وآخر رقم فلكي الدشليار، والدشليار واحد معه 63 صفر. 63 صفر بتبدأ من ألف، مليون، مليار، بليون، بليار، تريليون، تريليار، كريليون، كجليار، شنكليون، شنكليار، سيجليون،
سيدي رياض، شتليون، شتلياض، وتليون، وتلياض، تفليون، تفلياض، تشليون، تشلياض. ده من 63 سنة. 63 سنة. هذه الشمس بتبعد من الأرض 502 ثانية فلكية، والثانية الفلكية 300,000 كيلومتر. الشمس بتبعد من الأرض 150 مليون و600,000 كيلومتر. الله أكبر. تبعد الشمس. ربي يبارك فيك يا حاج. منين الحاجم؟ أنا من السودان. من السودان. عندي عشي كان يوقف خش اليوتيوب. خش اليوتيوب، خش اليوتيوب. خش هسه بموبايل، خش. لا ما عندي انترنت. ايوه لو كتبت الكون ذلك المشهور بيديك كلام يقول انا قاعد اكتب كمل اسمك كمل. اسمك يا حاج. الاسم عباس محمد الامين. عباس. عباس محمد الامين من السودان. قاعد اقدم برنامج في التلفزيون القومي. حتى لو خشيت اليوتيوب اكتب الكون ذلك المشهور بيديك حلقات. عندك صفحة على الانترنت؟ اي عندي دائما. شو اسمها؟ انا بعدين لما عشان نشط النت اكتب الكون ذلك المشهور بيديك حلقاتي كلها مصوريني في التلفزيون السودان. هسه في رمضان ده عندي 30 حلقه في التلفزيون السودان. واحدة واحدة الله يبارك فيك. عشان اكتب على النت ادخل الصفحة بتاعك اكتب ايش؟ الكون ذلك المشهور. الكون ذلك المشهور. المشهور. بس بيديك حلقات كثير عندنا. ربي يبارك فيك يا حاج. واكتب العم عباس. الله يخليك. العم عباس. عم عباس برضه بيديك حلقات في قناه الشماليه. انا بقدم حلقات في التلفزيون القومي والتلفزيون الشماليه والتلفزيون القومي. مرحبا بك. الله يكرمك. ربي يبارك فيك. جزاك الله كل خير.